النهاردة هنتكلم عن تصميم أهم مكان في مصر حاليا، وهو المتحف المصري الكبير. جهز الكوفي بتاعتك عشان حلقة حاجات النهاردة كتير شيقة حلوة قوي في جدا، لأني الديزاين زرت وكل المكان ده حاجة. بنفسي وكانت التجربة فوق الخيال. ولو أول مرة تشوفني، أنا إسراء المحمدي ودي قناتي إسراء استوديو. بتكلم في اي حاجة تخصك كمعماري. ما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا نبدأ بسم الله. يوم السبت 1 نوفمبر 2025 تم افتتاح المتحف المصري الكبير، واللي وصل مساحته نص مليون متر مربع تقريبا، واللي بيحتوي على قطع آثار تكلفتها تعدت ال100 مليار دولار. قال ال100 مليار دول كام صفر؟ مش مهم. المتحف ده اتصمم علشان مصر تجمع كل تاريخها وتقدمه للعالم كله. هتقولي يعني يا إسراء، المتاحف اللي في مصر دي كلها ايه يعني المختلف في المتحف ده بالذات؟ هقولك، لو رجعنا بظهرنا ورا كده للقرن 19، مصر وقتها كانت الآثار بتتسرق فيها بشكل غريب، وكانت المعابد بتتنهب، وكل دولة كانت عايزة تاخد من حضارتها، والتماثيل كان ساعتها بتخرج بره مصر وتتوزع على متاحف العالم. وده لأن وقتها عدد الآثار كان كبير قوي في مصر، كان أكبر من استيعاب المتاحف وقتها. تم افتتاح المتحف المصري القديم اللي هو في ميدان تحرير حاليا عام 1902 على مساحة 15,000 متر، وده بالمناسبة كانت مساحة كبيرة قوي وقتها. ولكن مع الوقت تم اكتشاف كتير قوي من الآثار، وخصوصا مقبرة توت عنخ آمون وآلاف القطع الأثرية. فوصل الحال للآخر إن الآثار دي كانت بتتحط في مخازن. ساعتها ظهرت هنا فكرة المتحف المصري الكبير لأول مرة عام 1992، وتم اختيار بالفعل الموقع على هضبة الجيزة في منطقة مساحتها 117 فدان، ودي مساحة كافية قوي تخليه أكبر متحف في العالم، لأنه ضعف مساحة متحف اللوفر وضعف مساحة المتحف البريطاني. ده غير ان مكانه استراتيجي جدا، تقريبا لازق كده في الاهرامات. هنا حجر الاساس اتحط سنة 2002، يعني من 23 سنة. وفي نفس السنة الحكومة المصرية أعلنت عن مسابقة معمارية تحت رعاية اليونسكو عشان ساعتها يختاروا أحسن تصميم للمتحف. اتقدم وقتها أكتر من 1500 تصميم من 83 دولة، وده كان رقم كبير جدا وقتها. اللي فاز بالتصميم ده الشركة الهندسية الأيرلندية اسمها هينيجن بينج أركيتكت. يا رب أكون بعرف أقولها صح. من أكتر الحاجات المثيرة فعلا في قصة المتحف هي قصة المكتب ده. تعالوا نعرف ليه. لأنهم وقت ما كسبوا المشروع ما كانوش مشهورين مثلا زي زاح حديد أو نورمان فوستر. اللي ميز وقتها تصميمهم إنهم قدروا يربطوا ما بين الأهرامات والمتحف، ودي كانت من أذكى حاجة عملوها. إنهم ما حاولوش يقلدوا العمارة الفرعونية بالحرف، كانوا مهتمين جدا إنك تعيش ترانزيشن نفسي بحيث تبدأ من العالم الحديث وتتحرك تدريجيا لعالم الفراعنة، وإن المتحف يكون امتداد طبيعي لهضبة الأهرامات، ويكون منخفض بحيث ما يبقاش أعلى من الأهرامات، وبكده يحافظوا على المشهد البانورامي للأهرامات كخلفية طبيعية للمتحف. هنيجي بقى للواجهة الأمامية. هنا كانت على شكل مثلثات مشطوفة من حجر الألبستر الشفاف، وده اللي بيسمح لضوء الشمس إنه يدخل جوه المبنى، وبكده يوفر إضاءة طبيعية للمكان بشكل ذكي جدا. وفي 2005 انتهت الرسومات والتصميم الهندسي، وتبدأ هنا مرحلة التنفيذ. وطبعا اتبنى مركز الترميم عشان يستقبل آلاف القطع الأثرية عشان يرممها وتبقى جاهزة للعرض. والمركز ده كان على مساحة 32 ألف متر مربع، وموجود تحت سطح الأرض بحوالي 10 أمتار علشان يوفر بيئة مثالية. وكانت أول قطعة تدخل المتحف هو تمثال رمسيس الثاني، واللي كان موجود أصلا في ميدان رمسيس، واللي بسبب ارتفاعه الكبير ووزنه اللي يصل ل 83 طن دخلوه المتحف قبل ما يبنوا المبنى الرئيسي، وبعد كده يبنوا حواليه. والحقيقة ان نقل التمثال اصلا كان لوحده تحدي كبير، ونجحوا فيه. في 2023 تم الإعلان عن اكتمال أعمال البناء بالكامل، كده يكون المتحف اتبنى في حوالي 20 سنة، ودي المدة اللي اتبنى فيها الهرم الأكبر اللي هو اسمه خوف. الرحلة هنا بتبدأ من لحظة وصولك للمكان لحد آخر قاعة في المبنى. هنا أول عنصر بيقابلك هي ساحة الدخول الرئيسية، في قلبها بتلاقي المسلة المعلقة، ودي واحدة من أكتر العناصر المعمارية المميزة في المشروع، لأنها مش مجرد قطعة أثرية معروضة، تم التصميم حواليها بحيث يسمح إنك تشوف التفاصيل اللي ما كانتش واضحة قبل كده. بعدها على طول تبدأ تدخل على البهو العظيم، وده أكبر فراغ داخلي في المتحف. وهنا طبعا بنشوف تمثال رمسيس الثاني في نقطة محورية
واضحة. وهنا بداية الرحلة، نبدأ الصعود على الدرج العظيم، وده واحد من أهم العناصر المعمارية في المشروع كله، لأنه بصراحة مش مجرد وسيلة حركة بين المستويات المختلفة، لكنه في حد ذاته مساحة عرض. التماثيل هنا متوزعة بشكل سينمائي تحفة، بحيث وانت طالع بتشوف التاريخ تدريجيا قدامك، وكل ما تطلع المشهد يبدأ يتغير لحد ما توصل لنهاية الدرج. وهنا تظهر واحدة من أهم وأقوى اللحظات البصرية في المبنى، واجهة زجاجية ضخمة بشكل بانورامي بتظهر فيه الأهرامات بالكامل. كأن الرحلة هنا داخل المتحف بتوصلك في النهاية للمصدر الحقيقي للحضارة نفسها. ومن النقطة دي بتبدأ مرحلة جديدة، وهي الانتقال لقاعة العرض الرئيسية اللي تم تنظيمها بطريقة تسمح لك بالتحرك عبر الزمن بشكل متسلسل وواضح. لكن من الناحية المعمارية الأهم هو وضوح الحركة وسهولة التنقل بين الفراغ، بحيث تديك شعور انك بتتحرك جوه قصة واحدة متصلة. وهنا بقى هندخل على واحدة من أهم مناطق المتحف، وهي قاعات توت عنخ آمون. تقريبا كده بتحتوي على أكتر من 5000 قطعة من ممتلكات الملك توت عنخ آمون، ودي تخصص لها لأول مرة لتقديم تجربة متكاملة تحكي قصة الحياة الملكية بشكل مترابط. وبكده المتحف يكون مش مجرد مكان لعرض القطع الأثرية بس، بقى تجربة معمارية كاملة عشان تحكي قصة الحضارة المصرية بطريقة مختلفة تماما. لكن القصة ما انتهتش لحد هنا، هنلاقي بجوار المبنى الرئيسي متحف مخصص لمراكب خوفو. لكن المثير للاهتمام مش المركب نفسه، لأن جزء من عملية الترميم اتحول لجزء من تجربة الزيارة نفسها. وهنا يكون بيعرض الجهد المبذول لحماية التاريخ، ودي فكرة مهمة جدا في المتاحف المعاصرة. المتحف هنا بيخاطب كل الفئات، مش مجرد الباحثين أو المتخصصين بس، لكن الأطفال وكمان ذوي الهمم. وعشان كده المشروع ضم متحف للطفل، برامج ثقافية، بحيث ان الرؤية المعمارية انه يكون مركز ثقافي متكامل، مش مجرد متحف نزوره ساعة او ساعتين، لكن يكون مكان تقضي فيه يوم كامل، لانه موجود فيه كمان قاعة مؤتمرات، مسرح، مطاعم، ساحات مفتوحة، شاشات عرض. وبكده يكون تصميم المتحف وصل للرؤية اللي اتحطت ليه من البداية. وهنا يبان دور المعماري قد ايه هو مهم في انه يقدر يوصل قصة متكاملة من خلال التصميم بتاعه وبلغة معمارية مختلفة. عارفين ايه اكتر حاجة شدتني في قصة المتحف فعلا؟ هو المكتب اللي كسب التصميم. المكتب ده برغم انه كان صغير جدا، وتقريبا لما عملت سيرش لقيت ان المكتب وقتها كان بيتكون من 3 افراد او 4، والمكتب ده ما كانش كبير او مشهور وقتها، بس كانوا شغالين على نفسهم بجد. وده خلاني افكر في حاجة مهمة جدا، الفرصة مش هتخبط على الباب وانت جاهز 100%. اوقات الفرصة بتيجي فجأة، والفرق الحقيقي هنا بيكون هل انت اشتغلت على نفسك كفاية عشان الفرصة الحقيقية لما تيجي تعرف تستغلها صح؟ المكتب ده لما جات له الفرصة بحجم تصميم المتحف المصري الكبير ما خافش من حجمها وقتها او تردد، ساعتها استغل الفرصة وكان قد التجربة واشتغل على نفسه لحد ما عمل مشروع العالم كله بيتكلم عنه. فاسأل نفسك دلوقتي، هل انت جاهز لو جاتلك الفرصة ولا لسه مش مستعد؟ وبكده نكون وصلنا لآخر حاجة في الحلقة النهاردة، ويا رب أكون عرفت أوصل جزء من الصورة الكاملة. وحقيقي المتحف يستحق التجربة، فلو انت متردد أو لسه بتفكر فأنا بشجعك وبقوة. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو حابين اتكلم في حاجة معينة فأنا أحب جدا. See you later. باي باي.